ازيكم؟ في قصة كنت شفتها وانا صغير، او كنت قريتها وانا صغير. كانت بتتكلم على واحد حكيم كان عايش مع ابنه في بيت على اطراف الغابة، وكان عندهم حصان. الحصان ده من سلالة نادرة، وكان حصان بيروحوا بيه سباقات وكده وكان حصان مفضل عند الابن. في يوم من الايام الحصان ده هرب. فلما الحصان هرب، اصدقاء الراجل ده جم يقولوا له ما تزعلش ان الحصان هرب وحاجات زي كده. فالراجل بص لهم وقال لهم شكرا، بس مين قال لكم ان دي حاجة وحشة؟ فالناس قالوا له ازاي ده حصانك اللي ابنك بيحبه هرب والكلام ده. فقال لهم ايوه، بس مين قال لكم ان دي حاجه وحشه؟ بعديها بشويه ايام الحصان الهربان ده رجع ومعاه حصانه بريه من الغابه، راجل ماشيه وراه. ففجاه الراجل اللي كان عنده حصان واحد بقى عنده مجموعه من الحصانات، فطبعا ممكن يبيعهم بعد كده بعد ما يروضهم ويكسب فلوس. فاصدقاء الراجل جم يهنوه يقولوا له مبروك. الراجل قال لهم شكرا جدا ليكوا، بس مين قال لكم ان دي حاجه كويسه؟ بعد شويه ان طبعا الناس مشيت، قالت الراجل ده غريب جدا، هو ليه بيفكر كده؟ بعد شويه ابن الراجل ده بيدرب الحصانه البريه الجديده اللي لسه جايه، فوقع من على حصان منهم رجله اتكسرت. فلما رجله اتكسرت ايه اللي حصل؟ الناس جم عشان يقولوا له ما تزعلش عشان ابنك رجله اتكسرت. فبص لهم كده وقال لهم انا متشكر ليكوا، بس مين قال لكم ان دي حاجه وحشه؟ فالناس بصوا له باستغراب ومشوا برضه. بعد شويه الحرب قامت، فجه الجيش خد كل الشباب الموجودين في القريه ما عدا الولد اللي رجله مكسوره. والقصة بتفضل مكملة بالمنظر ده، ان كل حاجة في الدنيا فيها البذرة او السيد بتاعت انها تكون كويسة، او ان احنا نشوفها انها كويسة او ان احنا نشوفها انها وحشة. الفكرة كلها احنا بنحب نفكر ازاي، او احنا بناخد ايه من الموقف اللي بتحصل لنا. برضو احد القصص المهمة اللي انا في يوم من اللي انا كنت بقعد احكيها كتير في التريننجز لما كنت بعمل تريننجز، قصة بادي شوب. ستات فيكو عارفين بادي شوب، والناس كتير بتروح تشتري المنتجات بتاعته. بداية بادي شوب دي ان الست كانت متجوزة راجل وصاحبة بادي شوب، والراجل ده صحي في يوم من الايام وقال لها بصي يعني انا متشكر جدا بس انا مش عايز اكمل. فطبعا هي ما كانتش بتشتغل، كان عندها عيلين مش عارفة تعمل ايه فيهم، ومفيش عندها اي مورد دخل، والراجل هرب مشي. فقررت انها تدور على اي حاجة هي بتعملها كويس عشان تجيب بيها فلوس. لقت الحاجة الوحيدة اللي بتعملها كويسة هي الموضوع بتاع الميك اب. فابتدت تحاول انها تعمل ميك اب الافراح وكده، بس المشكله ما كانش معاها فلوس خالص، لدرجه انها مش عارفه تجيب ميك اب كيت، مش عارفه تشتري اللوازم بتاعه انها تعمل ميك اب. فعملت ايه؟ فراحت للجنينه اللي ورا البيت بتاعهم، الجنينه اللي موجوده ورا البيت بتاعهم، وقررت انها تدور على الزهور والحاجات اللي ليها الوان معينه، وتحاول ان هي تطلع منهم الوان تعرف تستخدمها في الميك اب بتاعها. ودي كانت بدايه بادي شوب. فعشان كده مفيش حاجة في الدنيا كويسة أو وحشة في المطلق. هو الحقيقة إن كل حاجة في الدنيا بنمر بيها فيها البذرة بتاعة إن إحنا نشوفها إنها كويسة، أو البذرة بتاعة إن إحنا نشوفها إنها وحشة. إحنا عايزين إيه؟ ده حاجة في إيدنا إحنا. لأن كل حاجة في الدنيا لو أنت بصيت لها من منطلق بتاع إيه اللي أنا ممكن أتعلمه منها، وإيه الحاجة اللي ممكن تساعدني، فهتشوفها إنها كويسة. لو انت بصيت لها من المنطلق بتاع ليه يا رب عملت فيا كده، وليه انا دايما حظي وحش، وليه دايما انا بيحصل لي الكلام ده، فهتشوفها ان هي حاجة وحشة. نفس الفكرة بتاعت لما اتكلمت قبل كده على موضوع الضحية او الناس اللي عايشة في دور انهم ضحايا. ففي النهاية الحياة دي بتاعتك انت كل موقف تتمر بيه في حياتك عندك القدرة ان انت تشوف منه الحاجة الكويسة، وده دايما بيجي بعد ما تتقبل ان الموقف ده حصل، مش انك ترفضه. وممكن في يوم من الايام نتكلم على موضوع التسليم او الاكسبتنس، التقبل للحاجات اللي بتحصل في حياتنا. او ان انت تقول لا انا هرفض وانا مش عارف ايه والكلام ده كله، ورفضك للحاجه مش هيغيرها، وكل الموضوع ان هو هيضيع الانرجي بتاعتك، هيضيع الطاقه بتاعتك في انك بترفض. فبدل ما تتعب نفسك، شوف الاختيار الاسهل. الاختيار الاسهل هو انك تشوف ايه الموقف اللي انا بمر بيه في حياتي، وايه اللي انا ممكن اتعلمه من الموقف ده. ولو قدرت تعمل كده هتكون اكثر سعادة بكتير. شكرا ليكم.